السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ منى. النهاردة هعمل معاكم نوع من أنواع الكرنب جديد، محشي الكرنب، بس على طريقة حلوة أوي أوي وسهلة جدا جدا. خلاص يلا بينا، تعال نسمي بالله وأوريكم مقادير المحشي الكرنب النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي طبعا المحشي الكرنب. أوريكم الأول إيه اللي هحشي بيه الكرنب، يعني مش محشي هو قد ما هو زي طاجن زي صينية. تمام. أنا عندي شايفين هنا ده ورق الكرنب. بعد ما بعمل الكرنبه بتبقى ايه، شايفين الورق اللي بيبقى كده منيها، بيتفضل منيها كده. تمام. ده بنرميه، خساره ترموه. بصوا. وساعات بتلاقوا الورق من جوه ملعبك في بعضه كده، محدش بيعرف يحشيه. اسلجيه وغطيه، نفس الحكايه دي برضه يتقطع نفس الحكايه. شايفين ادي ورق الكرنب اللي انا هعمل منه النهارده طاجن الكرنب بشكل جديد يعني. تمام. بتاخدي الحاجات دي كلها، العروق والكرنب المقطع صغير، واروح بيه فين؟ على المفرمه. هيبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده في الكبه بتاعتك، وتفرميه. شايفه؟ هيبقى معاكم بالمنظر ده كده. خلاص. طب هاخد الكرنب بتاعي فرمته تمام. هاخد كوبايتين رز منقوعين ومصفيين. تمام. هاخد معايا خضره بتاعتي كتير. هاخد معايا طماطم مبشوره، مش محصوره ولا مضروبه في الخلاط، مبشوره. تمام. هاخد معايا بصلايه. هاخد معايا معلقه دقه احمر على اخضر مخلطه. هتودي المحشي حاجه تانية خالص. ودي التوابل بتاعتي كلها، والتوابل اللي انت عاوزاها حطيها: كمون، كزبره، فلفل، بابريكا، الملح، كل اللي انت بتحبي نكهته حطيه. خلاص. يلا بينا كده نسمي وهنخلط كل ده على بعضه. تمام. يلا بينا. ادي عندي انا هخلط الرز. هجيب الرز عليه الطماطم بتاعتي. خلاص. عليه كمان؟ عليه الخضره كلها بتاعتي، عليها الدقه بتاعتي اللي هي الهريسه بتاعتي يعني. ودي البصلايه. ودي التوابل كلها بتاعتي. خلاص. وعليهم بقى؟ معلقتين زيت كبار. خلاص. تمام. وادي معلقتين الزيت بتوع الكبار. خلاص. بس كده. واخلط الحاجات، كل المكونات خلطه المحشي دي على البارد، على ما فيهاش تسبيكه، ني في ني. خلاص. هتديكي نتيجه حلوه قوي قوي قوي. تمام. كتري يا جماعه من الخضره، حلوه قوي الخضره زي ما انتوا كده شايفين. تمام. واديني جبت الحله بتاعتي اللي هرص فيها طبقات الكرنب. تمام. طب يلا بينا كده. عملنا الخلطه بتاعتنا. هجيب الكرنب بتاعي اهو، وهنزل كده. تمام. ادي طبقه اهو، بصوا. طبقات متبادله بين الرز وبين بقى، وبين تحت الخلطه بتاعت المحشي الرز. خلاص كده اهو. طبقه من ده، معلقه من ده، وطعمها بصوا طب اخد طبقه تاني. خلاص. انزل كده بالكرنب المفروم عندي. تمام. اهو بصوا كده اهو. طبقه وطبقه، طبقه وطبقه على طول. ممكن تعمليها في طاجن، ممكن تعمليها كمان في صينيه زي ما انت عاوزه. خلاص. كده اهو. تمام. حلوه قوي قوي، وتتغرف على طول بالمعلقه، سهله. ممكن تحط لحمه مفرومه، ممكن تحط فراخ، اللي انت عاوزاه اعملي. لحمه مفرومه معصجه يعني. تمام. بصوا كده اهو، بالتبادل كده لغايه ما توصلي لاخر الحله كلها، وتقفليها. بس خلاص. عملنا قفلت الحله بتاعت الكرنب اهي، زي ما انتم شايفينها كده من الطبقات. خلاص. هتقعد كده، هروح اوديها على النار وهزيها بالشوربه بتاعتي سخنه. خلاص. ما تملهاش للاخر، زي ما بتسقي الرز كده اهو. تمام. شويه وتوطي عليها النار عشان ما تلحقش معاكي وما تشيطش. خلاص. وهوريها لكم ان شاء الله بعد ما تخلص. وادي معانا الحله بتاعت الكرنب اللي وريته لكم اهو. بصوا شايفين طلع دلوقتي اهو البخار زي ما انتم كده شايفين. يلا بينا نقلبها واوريها لكم.
وادي يا جماعه قلبت الحله بتاعت الكرنب اهي زي ما انتم شايفينها اهي. بصوا كده بخار، وزينتها كده تاكليها مع شويه مخلل، حلوه قوي قوي وحلوه تاكليها بالمعلقه على طول، ما فيش صوابع، والصوابع فروت والصابع طلع واتعجنت، لا. شايفين ده صنف جديد من الكرنب. وبرده اهو طاجن اهو معرضه معاكم لسه خارج برده، ممكن احطه في طواجن زي كده. تمام. واحلى احلى احلى كرنب تاكلوه بشكل جديد، وهيعجبكم ويعجب اولادكم ان شاء الله يا رب. كده هو ان شاء الله. بصوا حتى في الطاجن اما تطلعيه بصي شايفينه مفلفل ازاي. يا رب كده يكون فكرتي عجبتكم كده هو، ومنتظراكم، منتظره لايكاتكم وتعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.